نشرة أخبار خليجي 25 من منوعات رياضية عبر المواقع التالية: مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. أهلا وسهلا بكم. معكم محدثكم محمود الوديان. انتصر يوم أمس لحسابات الجولة الثانية من خليج 25 العراق 23. انتصر المنتخب الكويتي على منتخب الإمارات بهدف دون مقابل بالوقت القاتل. كما بنفس حسابات المجموعة أيضا انتصر منتخب البحرين على العنابي القطري، الأحمر البحريني على العنابي القطري بهدفين لهدف. وكانت مباراة ماراثونية، لكن حيث تصبح المجموعة على النحو التالي: صدارة بحرينية ب6 نقاط، وثانيا الكويت 3 نقاط، وثالثا قطر 3 نقاط، وأخيرا المنتخب الإماراتي لا شيء من النقاط. ولسه هذه المجموعة مفتوحة على جميع مصراعيها لحسابات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. أول أمس انتهى لحسابات المجموعة الثانية لحسابات المجموعة الأولى من خليج 25 البصرة 2023. هناك ببلاد الرافدين انتصر المنتخب العماني على منتخب اليمن ب3 أهداف لهدفين بالمباراة الأجمل والأفضل بهذه البطولة. كما انتصر المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور على منتخب السعودية بهدفين دون مقابل، حيث تصبح المجموعة على النحو التالي: صدارة عمانية ب4 نقاط، ثانيا العراق 4 نقاط أيضا، وثالثا المنتخب السعودي ب3 نقاط، وأخيرا منتخب اليمن لا شيء من النقاط. وبالمناسبة الأبيض الإماراتي واليمن السعيد غادر البطولة رسميا قبل جولة عن النهاية من دور المجموعات من خليج 25 العراق 2023. حسابات المجموعة الثالثة كون الحسابات بعد مفتوحة على مصراعيها. مباريات الجولة الثالثة مشاهدينا الكرام راح تكون على النحو التالي: سعودية عمان بتمام الساعة 6 مساء، وبنفس التوقيت العراق واليمن راح تكون عند الساعة 6 مساء بنفس التوقيت أيضا، ما بين ملعبين: جذع النخلة الذي يتسع إلى 65,000، وملعب الميناء الدولي الذي يتسع إلى 30,000. وراح تكون مباراة اليمن والعراق بصوت المعلق محمود الوديان عبر صفحة منوعات الرياضية على الفيسبوك. وكما راح تكون مباراة السعودية وعمان عبر صفحة منوعات الرياضية على الانستغرام، لكن لا يحدد المعلق بعد. ولحسابات المجموعة الثانية أيضا باليوم التالي سوف تكون مباراتين أيضا بنفس التوقيت، لأن المجموعة الثانية مشتعلة يا سادة يا كرام
بنفس حسابات المجموعة الأولى. الإمارات سوف تلتقي قطر، والكويت سوف تلتقي البحرين، لكن والمباراتين سوف يكونوا ما بين ملعبين: جذع النخلة الذي يتسع ل65,000 واستاد الميناء الدولي الذي يتسع إلى 30,000. وبنفس التوقيت مباراة الإمارات وقطر سوف تكون بصوت المعلق محمود الوديان عبر صفحة قناة منوعات الرياضية على الفيسبوك، والبحرين والكويت سوف تكون على الانستغرام بصوت معلق آخر لا يحدد بعد. هذا كل ما لدينا بأخبار خليج 25. مشاهدينا الكرام، كان معكم مقدما لهذه النشرة محمود الوديان. اللايك والشير والاشتراك بقناة منوعات الرياضية على اليوتيوب، كما المتابعة على الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام أيضا. على الحب التقينا، وعلى الحب وديعكم، وإلى الملتقى.